غير بزوج حبات تاع بيض وفي وقفة اروح يحضري لهم اخف لي مافن ولا المادلين اللي متاكده راح يعجبوهم وبمقادير كاينه في كل دار. وبما انه رانا على ابواب العوده للمدارس ديريهم لولادك وفرحيهم. ويلا نبداو على بركه الله. وكما قلت لكم للمقادير نحتاج زوج حبات نتاع بيض مع كاس غربوع نتاع سكر رشه نتاع ملح ومغرف صغيره نتاع لافاني. نجيب الفوي ونخلط المكونات كامل مع بعضهم حتى نحس السكر تاعنا شويه ذاب. بعدها راح نضيف نص كاس تاع زيت نخلط شويه ونزيد نضيف كاس غربوع نتاع الحليب وماذا بكم يكون بدرجه حراره الغرفه ما يكونش بارد. وهنا راح نبدا نضيف الفرينه. راح ندير كاس ونص تاع فرينه مع زوج مغارف نتاع كاكاو اكيد كنت غربلتهم وكيس تاع خميره حلويات حتى نتحصل على القوام المطلوب كما راكم تشوفوا في الفيديو. وفي الاخير راح نضيف مغرف تاع خل اللي راح تعطينا خفه وهشاشه للمافن نتاعنا. هذا هو القوام اللي لازم نتحصلوا عليه. وهنا زدت مغرف تاع لي بيبي دو شوكولا نتوما تقدروا تستغناو عليها اذا ما توفرتش عندكم. وراح نجيب لي كيسات اللي كانوا عندي نتوما استخدموا اي كيسات تاع المادلين ولا تقدروا ديروها حتى في مول يكون كبير. واكيد ما لازمش تعمروا لي كيسات تاعكم وديروا فيهم غير النص لانه بعد كي يطيبوا راح يتضاعف الحجم نتاعهم. وراح نزينهم هنايا بشويه لوز ايفيلي كنت حمصته نديرهم في الفور يطيبوا على 180 درجه حتى ينشفوا ويتضاعف الحجم نتاعهم. وهنا بعد ما طابوا لي مافن تاعنا كنت حشيتهم بشوكولا تاغتيني وراح نجي نقسم لكم حبه وتشوفوا لي هذيك الخفه والهشاشه. وما تنساوش تجربوا الوصفه واذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخلوا لي جيم وكومونتير وتبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم. ويلا سلام.